أخطاء الآخرين حولنا لا تعد ولا تحصى، سواء في العمل أو في الحياة العامة، ومن السهل جدا وجود مبررات عديدة ومنطقية للوم الآخرين والشكوى منهم هنا وهناك. لكن ماذا بعد الشكوى؟ ماذا بعد؟ هذا الذي يشتكي كل يوم بلا ملل من زملاء العمل ويلوم مدير الشركة، ماذا بعد؟ ذلك الذي ما زال يلوم والديه لأكثر من 20 عاما لأنهم لم يحسنوا تعليمه أو لم يمهدا له حياة مرفهة، ماذا بعد؟ تلك التي ما زالت تشتكي زوجها السابق وتلومه على الحياة التي تعيشها الآن، ماذا بعد؟ تلك أخطاؤهم، لكن ماذا عن مسؤوليتنا نحن الآن؟ هل سنظل نشتكي منهم ما حيينا؟ ستشعر بالتغيير في سلوكك وعملك وحياتك في اللحظة التي ستقرر فيها أنك مسؤول عن حياتك مسؤولية كاملة بمشيئة من الله. وقتها ستتوقف عن لوم الآخرين ولوم الظروف، ستتوقف عن الشكوى، ستنتقل من طور الشكوى الذي لا ينتهي إلى طور التغيير. ستبدأ في إصلاح حياتك بترك ما يسوءك إلى ما لا يسوءك. فكم من علاقات وأمور ما زالت تسبب لك الألم النفسي وما زلت تشتكي منها وتلوم أطرافها لأنك لم تعلن بعد مسؤوليتك عن وجودها في حياتك. قبل أن تخضع لهوى نفسك لتشتكي أو تلوم شخصا ما أو أمرا ما، اسأل نفسك أولا: ما هي مسؤوليتك تجاه هذا الأمر؟ لا يهم تماما من الذي أخطأ ووضع بعض الزجاج المكسور أمام بيتك، لكن بما أنه أمام بيتك الآن وربما سيسبب الأذى لك ولأهل بيتك، فأنت أصبحت مسؤولا الآن عن إزالته. وبدلا من أن تستهلك طاقتك في الغضب والتذمر والانتقام، ببساطة قم بإزالته وسينتهي الأمر. كلما حاورني أحد وبدأ الحديث يتجه للشكوى أو لوم شخص ما عن أمر ما، أستأذنه بلطف أن نغير مسار الحديث لنفكر في مسؤوليته تجاه ذلك الأمر، وما الذي يمكن فعله حتى نزيل عواقب ذلك الأمر السلبية. فنحن البشر نستهوي الشكوى، ولكن لا نستهوي إصلاح أو تغيير سبب الشكوى. لا تجالس أناسا يسببون لك الألم النفسي ثم تشتكي منهم، اهجرهم هجرا جميلا. وإن كنت غير سعيد بعملك الحالي ووصل بك الحال أنك لا تطيقه، أيضا لا تضيع وقتك في الشكوى. وإن كنت غير سعيد بعملك الحالي ووصل بك الحال أنك لا تطيقه، أيضا لا تضيع وقتك في الشكوى هنا وهناك. افعل شيئا بدلا من تلك الساعات التي تستهلكها لسرد مشكلات العمل. فلتكن لك خطة واضحة لتغيير عملك، خطة بها ماهية الشركات التي تحب أن تعمل بها، ماهية المؤهلات التي تحتاجها أو الخطوات التي تحتاجها لتأسيس عملك الخاص، وأن تبدأ في تنفيذ تلك الخطوات أو كسب تلك المؤهلات بهدوء مستعينا بالله الفتاح. فأن تبدأ طريق التغيير بهدوء وبطء خير لك من شكوى لا تنتهي. لا تكن أنت بضاعة الشيطان، لا تسمح له بالهمس شاغلا إياك عن الشكر، فعملك هدية الله الكريم لك، فأحسن شكره وحمده. فإن لم تعجبك الهدية فاسأل مهديها بأدب أن يبدلك خيرا منها. احفظ لسانك حتى لا تتعبك الشكوى وتتعبها، ولا تجعل دوام حضور النعم أشبه بغيابها. لا تكن كنودا.